حاليا أنا بدرس رياضيات بالإنجليزي في الكتاب الضخم ده، وفي نفس الوقت ده الجزء الأول. الكتاب ده لجزئين، وده مجرد البداية في اللي أنا بعمله. ولكن أنا في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي مفيش طاقة. أنا خلصت كل ده طبعا مش في يوم واحد، يعني من أول الشهر وناقص الجزء ده بالنسبة للجزء الأول. الموضوع ممل، الموضوع ممل بحيث إن أنا هدفي كبير، وأنا عارف إنه هدف كبير، وعارف إن الطريق طويل، بس الواقع بمعنى وقت ما انت تدخل في طريق تحقيق هدفك غير وقت ما تفكر فيه قبل ما تبدأ. عم مثال انت بتقول انا اقدر امشي 1000 كيلومتر في مخيلتك، ولكن وقت ما تمشي الواقع مختلف. انا طبعا حابب، انا طبعا انا دي مش اول مرة يحصل معايا حاجة زي كده، ولكن حابب اشارك اللحظة دي لنقطتين. اول حاجة عشان تعرف لان الطريق مش ورد ومفيش ورد. تاني حاجة أقول اللي هو إزاي تتعامل مع اللحظات دي. وفي حاجة مهمة جدا، في فرق ما بين اللحظة دي اللي هو انعدام الطاقة وما بين انعدام الشغف. عشان بس تفهم الوضع، أنا دلوقتي ما عنديش طاقة مثلا، لكن فرق بين إن أنا أقول ما عنديش شغف. الفرق ما بين الاتنين إن ما عندكش شغف أنت أصلا مش هتفكر إنك تبدأ الشيء، إنك أنت ما عندكش شغف إلا لو كنت مجبر، بمعنى حد جبرك إنك تعمل الحاجة دي. ولكن ما عندكش طاقة، انت حابب مثلا تعمل الحاجة دي علشان الحاجة دي هتوصلك لحاجة معينة انت حاببها، ولكن ما عنديش طاقة. تمام. طبعا بالنقطة انت ما عندكش شغف، اظن انت فهمت انت ممكن تحسها ازاي، تعرف اذا ما كانش عندك شغف للشيء ولا لا. ولكن بالنسبة للعامة الفكرة ما عندكش طاقة، فالجزء ده طبيعي، بس في فرق ما بين نقطتين هما الجزء الذهني والنفسي. الجزء الذهني ممكن تحس اللي هو ما عندكش طاقة. أنا مثلا قعدت 4 ساعات شغال في اللي أنا بعمله ده، فخلاص عقلي فصل، اللي هو خلاص كفاية كده، أنا عايز استراح شوية. ده ذهني. علاجه اللي أنا هروح استراح شوية، ممكن أروح أنام ساعة كده عشان من أنا مستخدم مخي بشكل مكثف مثلا باللي أنا بعمله أو جسمي. أو إن أنا أروح أعمل حاجة بقى اللي هو مثلا حاجة مش محتاج أفكر فيها أصلا، أتمشى، أعمل أي حاجة. لكن الجزء النفسي بقى هو اللي أساس المعضلة دي كلها، بحيث إن أنت نفسك مش مهيئة إنها تمشي الرحلة الكبيرة أوي دي، خاصة لو أنت أول مرة تمشي في الطريق وأهدافك كبيرة. بحيث إن أنت وقت ما أنت حتى دي كنت ممكن تحسها أثناء ما أنت كنت بتذاكر في الوضع العادي. أنا وقت ما أبص لكل ده، والمفروض إن دي رياضيات بالإنجليزي، والعلم فقط أنا جايب 25 من 50 في ثانوية عامة في الإنجليزي. وحولت من علم رياضة لعلم علوم في ثانوية عشان ما بحبش الرياضيات وقتها، اللي هو كنت خايف منها. ودلوقتي أنا بدرسهم، يعني بدرس رياض بالإنجليزي. فالمهم، الحل بكل بساطة في الجزء ده إن أول حاجة ما تقولش لنفسك يا أنا ناقص لي كل ده، بل قول لنفسك يا هيحصل إيه بعد ما أمشي كل ده. أنت ممكن تحس إن الكلام ده بسيط ومجرد جملة، يعني تلعب في الكلام لنفسك، ولكن بجد هيفرق. لأن أنت وقت ما بتقول يا بعد كل ده أنا هوصل لإيه، بتيجي في بالك على طول الشخص اللي أنت في الأساس بتعمل الحاجة علشان توصله، فبتتخيل الوضع. دي حاجة. تاني حاجة فكرة إن كل عامل زي الموضوع، عامل زي الصيام مثلا. وقت ما بتصوم بتيجي وقت ما تفطر الأكل بيكون أحسن. فبالمثل كل ما الأهداف بتاعتك بتكون كبيرة أو كل ما الطريق بيكون صعب، أو طبعا بإنك تفتكر أنت ليه بدأت، وإنك تتكلم مع نفسك بشكل يوريك الطريق في الآخر هيكون عامل إزاي، هيكون الوضع مش يعني عارف، رغم إن أنت بتتخيل نفسك، بس في الواقع وقت ما توصل هيكون الوضع أحسن وأحسن وأحسن. وأنا مش بتكلم
من كأول مرة. أنا بالنسبة لي عشان حد يقول لي طب أنت أصلا ما أنت لسه بادئ، إيه اللي عرفك؟ لأن أنا جربت الموضوع ده في حتة الاستريمينج وقت ما أنا كنت بلعب جيمز وكده. وانا فاكر اول، يعني انا هديكم نبذه قصه بسيطه. وقت ما انا كنت لسه بادئ، كنت بادئ كده اللي هو بموبايل. وحتى كنت بعمل ايه بقى، كنت بعمل ستريم على الموبايل وبخرج من اللعبه وبروح اخش على الفيسبوك بنفسي واعمل شيرات للعبه اللي انا بلعبها. تمام. لحد ما وصلت لان انا بقى عندي قناه وحساب تيك توك ومعرفش ايه، وبقيت بدخل بالدولار وكل الكلام ده. اما ببص لنقطتين، بعرف ان رغم ان كمان يعني ممكن اقول ان انا ما كانش في دماغي الموضوع الصراحة. فبالتالي حتى وقت ما انا ببص للوضع الحالي، انا متخيل الموضوع بشكل ممكن يكون افضل حبتين من حد ممكن يمشي في طريق يوصله لحاجة هو بيحبها. ولكن صدقني فكرة انك انت تمشي في طريق بشكل مقصود كشغل على نفسك في هدف انت عايز توصله وشخص عايز توصله، وقت ما توصله هتكون حاجة تانية. بحيث ان 99% من الناس بتحاول تكون حاجة معينة، بحيث إن الحاجة المعينة دي تجيب لهم فلوس ويفضلوا ماشيين بخط ثابت كده. ولكن ممكن أنت تكون من نوع الناس اللي هم عايزين يوصلوا حاجة، والفلوس دي حاجة ثانوية بالنسبة ليهم أو كوسيلة. بحيث إن أنت، ولنفرض لو كمبرمج طورت نفسك بقيت مبرمج أفضل وأفضل، كل شوية بتفضل تطلع على السلم. وأنا مش بتكلم عن السلم الوظيفي في شركة، أنا بتكلم عن السلم العالمي. وطلعت مثلا في أفضل 10 مبرمجين في أي قطاع ذكاء اصطناعي، روبوتات، أيا يكن على مستوى العالم. أنت مش هتحتاج تدور على وظيفة، أنت مش هتحتاج تفكر في فلوس، أنت مش هتحتاج تعمل في أي حاجة. الحاجات دي هتجيلك كده، يعني اللي هم الناس هيعرضوا لك مبالغ عمرك في حياتك ما تتخيلها. والوضع بتاعك في القطاع كله هيبقى معروف اسمك وكلمتك. فالناس اللي بتفكر في النقطة اللي فوق خالص دي مفيش حاجة بتوقفهم. فحاول تفكر برضو كده، حاول تبص لنفسك اللي هو ما تفكرش في الفلوس. بحيث ان في البداية مش الموضوع مش هيكون احسن حاجة، ولكن وقت ما انت تطلع لنقطة معينة الفلوس هتكون فاهم اللي هو اذا كان على الفلوس مفيش مشكلة. ممكن خرجت عن السياق بتاع النقطة الأولانية، ولكن ما تنساش انت بدأت ليه. وافتكر ان الشخص اللي في آخر الطريق هو الشخص اللي بجد انت من جواك عايز توصله. لأن ده هو انت، عكس بقى العمر اللي انت ممكن تكون عشته واللي حواليك بشكل أو بآخر بيعرفوك كأنك حد تاني مختلف، وإن أحلامك لا تساوي شيء، وإنك لازم تجري الحياة وتجري الناس وتكون عادي، ما تكونش عادي. بس سلام.